اكيد قابلتي كده شخص اول ما اتكلمتي معاه حسيتي براحة ومن غير سبب لقيتي نفسك بتحبي وجوده. وفي المقابل في ناس تانية ممكن تكون جميلة جدا لكن وجودها تقيل، وده لان المحبة مش شكل، المحبة اسلوب. وفي الفيديو ده هقولكم كام عادة بسيطة لو بقيت جزء من شخصيتك هتخلي الناس ترتاحلك وتحب وجودك. كل الناس بتحب اللي بيحس بيها، ولما حد يحكيلك حاجة اسمعيه بتركيز، بلاش تستني دورك في الكلام، استني علشان تفهميه. الناس بتفكر بالإحساس أكتر من الكلام نفسه. مش قصدي تفضلي مبتسمة طول الوقت، لكن الابتسامة البسيطة الطبيعية بتدي انطباع انك شخص مريح، وأوقات ابتسامة صغيرة بتغير يوم حد بالكامل. لما حد يتكلم سيبيه يكمل حتى لو انتي عارفة هو هيقول ايه، لان المقاطعة بتحسس اللي قدامك انه كلامه مش مهم. ذاكري انتي وصاحبتك مع بعض، افتكروا مناسبة مهمة لبعض واخرجوا مع بعض، اطمني عليها لو كانت تعبانة وزوريها. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتخلي الناس تحس انها غالية عندك. حتى لو الشخص مش موجود، لان اللي بيسمعك هيفكر انك ممكن تتكلمي عنه بنفس الطريقة، والاحترام بيبدأ من الكلام. كلنا بنغلط، لكن الشخص المحبوب مش بيحاول يبرر كل حاجة. لما تغلطي قولي ببساطة أنا أسفة كنت غلط، والناس هتحترمك أكتر. ما تحاوليش تبقي نسخة من حد ولا تغيري شخصيتك عشان الناس تحبك. الطيبة الحقيقية بتبان، أما التمثيل فغالبا الناس بتحسه. وانتي بتتكلمي مع حد حاولي تركزي معاه، متفضليش تبصي في الموبايل ولا تردي وانتي مش مركزة، لأن الاهتمام من أجمل الهدايا اللي ممكن تديها لحد. مش لازم تكوني مرحة طول الوقت، لكن بلاش تخلي كل كلامك شكوى. حاولي يكون وجودك مريح، في ناس اول ما تدخل مكان تحسي ان الجو بقى ألطف، كوني من الناس دي. افتكري انك مش محتاجة تخلي كل الناس تحبك، وده مستحيل اصلا. المهم لما حد يعرفك عن قرب يحس انه كسب انسانة محترمة ولطيفة وصادقة. وفي النهاية المحبة مش بتتشري ولا بتيجي بالشكل ولا بالفلوس، المحبة بتيجي من الأخلاق والاحترام والصدق، ولما تكوني على طبيعتك فمتتعبيش نفسك وانتي بتحاولي ترضي كل الناس. اهتمي تكوني النسخة اللي انتي فخورة بيها، وساعتها الناس الصح هي اللي هتقرب منك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واكتبولي في التعليقات ايه اكتر عادة حسيتوا ان هي هتفرق فعلا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.